المنطقة العربية. وآخر الأحداث هو كان اغتيال السنوار، وهو الخبر الأبرز والذي يرد في كل الصحف العربية والغير عربية. نقول ما بعد اغتيال السنوار؟ ماذا سيكون بعد اغتيال السنوار؟ القائد السنوار رحمه الله طبعا كان يحتسب هذه الساعة وينتظرها، ورحمه الله. وفي حركة حماس يوجد قادة كثيرون ومؤهلين، ومرت الحركة بالعديد من الاغتيالات سابقا، وبقيت واقفة وتقوم بما يملي عليها ضميرها ومن مقاومة تجاه المحتلين. نعم. فأنا يعني لا أرى في ذلك أي نقص من إمكانيات الحركة في المستقبل، والدليل على ذلك العمليات المتصاعدة أيضا في جباليا وفي رفح وفي كل مكان من قطاع غزة. ونعتقد بأنه الأمور تسير على ما يرام. نعم، يعني أنت تقول بأن الأمور تسير على ما يرام، بأن الشهادة هي يعني مطلب، وأنه شيء طبيعي وعادي، يعني هذا هو النهج اللي تعودنا عليه كشعب فلسطيني. طيب خلينا نعم صحيح. نعم، خلينا نروح لمسجد الأقصى، وهي النقطة المفصلية والنقطة المركزية والأساسية. يعني مستوطنون يقدمون القرابين النباتية خلال اقتحام الأقصى، وفي الخامس أيام الأعياد اليهودية في خامس الأيام. يعني ما يعني ممكن يكون تأثير الصراع الحالي على مسجد الأقصى، وهل من الممكن أن يكون تغيير للوضع القائم؟ وأما دور الوصايا الهاشمية، يعني حسب ما بنتوقع وحسب ما بنظن أنه هو خرق يعني لكل الوصايا ولكل ما حدث ويحدث. تفضل. خلينا نحكي نقول إنه طوفان الأقصى ابتدأ وما يزال بسبب المسجد الأقصى، وطبعا الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى بموجب ستاتيكو موجودة سابقا، والاحتلال تعمد على تجاهل هذه الاتفاقية. المسجد الأقصى هو مسجد إسلامي، من حق كل مسلم على وجه الأرض أن يكون له حصة في هذا المسجد، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يدافع عن المسجد الأقصى، والمؤمنين سيدافعون عن هذا المسجد. وطبعا هذه الاستفزازات التي نشاهدها يوميا بشكل مستمر هدفها الاستيلاء على المسجد أو هدم المسجد أو التقاسم الزماني والمكاني. ولكن أنا أعتقد بأنه شعبنا في فلسطين لن يعطي هذه الفرصة للمحتلين بأن يستأثروا بالمسجد الأقصى، وهو واجب ديني وقومي وإسلامي على كل إنسان على وجه الأرض من المسلمين عامة. وأعتقد بأنه لو لا سمح الله حصل ما يخططون له من هدم المسجد الأقصى لا سمح الله، ستجد العالم كله يقف في وجه الاحتلال، وأن تكون نقطة نهاية هذا الاحتلال إلى الأبد. نعم، في هذا الخبر الذي أقرأه الآن صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تقول بأن الجنود الإسرائيليون في غزة سئموا من مماطلة المستوى السياسي، من تحويل الإنجازات العسكرية على الأرض إلى إنجازات استراتيجية وسياسية. يعني هل ستتحول هذه المناوشات لثورة داخل الجيش على المستوى السياسي باعتقادك؟ هو المنافسة على تحقيق الإنجازات ما بين الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية قائمة منذ بداية الحرب وقبل ذلك أيضا. وأعتقد بأنه نتنياهو يحاول، الرجل القوي في دولة الاحتلال، يحاول أن يستأثر لنفسه بأي إنجاز يحصل على الأرض. وطبعا هذا الأمر يغيظ سواء قيادة الأركان أو وزير الدفاع، وهناك منافسة شديدة فيما بينهم. ولكنهم
في نهاية المطاف يجتمعون على إبادة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، وهم في مجازر يومية يحققون فيها لأنفسهم الإنجازات كما يدعون، الإنجازات بقتل الأبرياء، بقتل الناس بدون أي مبرر وبدون أي وازع من ضمير. وطبعا العالم كله يتفرج على هذه المذابح اليومية التي تجري في غزة هاشم وفي الضفة الغربية وفي لبنان الشقيق. نعم، نحن نرى ونشاهد الألم المستمر الذي يتمنى الجميع أن يتوقف. يعني إن شاء الله أنه بتوقف هذا الألم سواء في غزة أو لبنان أو بأي منطقة. يعني هناك مصادر عسكرية إيرانية تقول بأنه ممكن أنه يكون يعني احتمالية في أنه يعني الاعتماد أو استخدام السياسة النووية في حال أنه الاحتلال قام بضربة قوية لإيران. هل باعتقادك بالفعل أنه احتمالية أنه يتم استخدام هذه السياسة على أرض الواقع؟ خلينا نكون واقعيين. يعني دولة إيران من أكثر من 18 عام أو 20 عام وهي تحضر وتشتغل على البرنامج النووي، وأعتقد بأنه كان عندهم إمكانيات هائلة جدا وتعاون كبير مع دول أخرى، وأصبحوا هم يمتلكون على ما أعتقد هذا السلاح النووي، ولديهم الأداة اللي هو الصواريخ البالستية القادرة على حمل السلاح النووي. لذلك أنا أعتقد ومن وجهة نظري بأن التهديد بضرب المنشآت النووية الإيرانية عبارة عن تهديد للاستهلاك، ولا يمكن أن يسمح لإسرائيل، ولا أعتقد بأن إسرائيل ستقوم بهذه الضربة النووية لإيران، لأنه بالمقابل سيكون نووي مقابل نووي، وهذا طبعا يحرق المنطقة بأكملها، والغبار النووي سينتشر في كل مكان ولا ينجو منه لا شعب الاحتلال في الداخل فلسطين المحتلة، ولا ينجو منها أي أحد في المنطقة. لذلك أعتقد بأنه الضربة النووية هي عبارة عن ضرب من ضروب الخيال ولا يمكن أن تكون. نعم. وبالنسبة لضرب منشآت البترول كذلك الأمر هي عبارة عن مخاطرة محسوبة ستشعل المنطقة بشكل عام. نعم. وترتفع أسعار البترول، ولا يمكن للأمريكان أن يسمحوا بذلك. نعم. لأنه بالآخر ونحن في ظروف قريبة جدا، أيام معدودة صار لموعد الانتخابات الأمريكية، وإذا ما حصل ذلك الشعب الأمريكي لن يقبل بأن يصبح برميل النفط أو برميل الغاز بضعف ثمنه أو أكثر. فلذلك أعتقد بأن الأمور ضربة إسرائيل لإيران هي عبارة عن تهديد واستهلاك، ولا أجد بأنه حتى لو قامت بضربة خفيفة كما يقولون أو تكتيكية لا يمكن أن تسكت إيران، وهي جاهزة للرد بشكل أعنف مما ستتلقى من الضربات. ولذلك تجدهم كل يوم يتحدثون عن الضربة الإسرائيلية الانتقامية، وأعتقد بأن الرد مقابل الرد ولن يكون إلا استهلاك. وأنا يعني مطمئن إلى أنه لن يكون هناك ضربة إسرائيلية بشكل عنيف لإيران وتستفز الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية. يعني إن شاء الله يكون توقعك إنه ما يصير هيك، لأنه بالفعل راح يكون كل المنطقة بتأهب وبصعوبة أكبر. يعني مع اقتراب الانتخابات الأمريكية أيضا كل العالم على أنظار الانتخابات وما بعد الانتخابات، فنحن ليس لنا سوى الدعاء. فبتشكرك كل الشكر، كنت معنا على الهواء مباشرة الأستاذ ماجد الشيوخي الباحث في الشؤون العربية والدولية. شكرا لك. أهلا بكم، شكرا لكم، شكرا.